السلام عليكم. ده ايه البلاوي اللي على الصبح دي؟ انا عارف طالما اصطبحت بوش رشيل ان اليوم قفل من اوله. يا عم رد، ده سلام لله. يا ابني انت جاي تخرجنا من المله؟ مش واخد بالك ان احنا يهود؟ لا مؤاخذة. امال اقول لك ايه؟ قول لي شالوم. يا سلام، يعني هي فرقت شالوم من سلام؟ ايه المحن ده يا عم؟ اخلص، عايز ايه؟ انا جاي علشان اشتغل جاسوس معاكم. ايه اللي جاي تشتغل جاسوس؟ انت داخل فرع بلبن هنا ولا ايه؟ يعني انتوا مش طالبين جواسيس؟ هو ايه ده اللي مش طالبين جواسيس؟ هو احنا شركة جهينة؟ بص يا حبيبي، سيب السي في بتاعك. مش ده السي في ده؟ ده السي في بتاعي. يا روح خالتك، سيب بقى السي في ولما نحتاجك هنكلمك. طب شغلني اي حاجه، انا ممكن انقل الكلام بين اي اتنين عادي يعني. انا فتان اصلا. اسكت، انت معرفتش؟ لا معرفتش ايه؟ مش احنا بطلنا الشغلانه دي؟ اصل التجسس حرام، الرب يغضب علينا. لا يا راجل، طب ما انتوا بتتجسسوا بقالكوا كتير. ما احنا بطلنا، احنا اصلا اتكتب علينا الشتات، انت ما تعرفش. طب انا همشي، بس لو عرفت انكم جبتوا جواسيس هزعل يا ديفيد. ماشي يا حبيبي. الله يخرب بيت دي شغلانه. الله يخرب بيت استباحتك يا رشيل. جابر عبد الغفار شغال في مينا اسكندرية، وجابر ده أوطى مستوى من البشر ممكن تقابله. يعني هو وراسبوتين في نفس الليفل كده. وزي ما احنا شايفين جابر بيجر برميل، ومن الواضح ان جابر مش عارف يسيطر على البرميل. خلاص يا جماعة، خلاص يا جماعة، حد يجي يشيل البرميل من الفنان، احنا نقطع عليه ونجيب مشهد تاني يكون وصل للمكان. وطبعا هو عاوز يدخل البرميل تهريب كده، معوش ورق. فبيجي له الشاويش وبيسأله على رخص البرميل ده. داخل بيه المركب، فين الورق بتاعه؟ المساعد جايبه جوه ورايا. بقى ينفع كده ماشي ببرميل من غير رخص؟ انت فاكرها سايبه ولا ايه؟ هو البرميل ده مهم قوي للدرجه دي ليه؟ مش فاهم يعني. فجابر بيقول له خلاص يا عم، ربنا اللي بيرزق، وبياخد البرميل والمفروض انه ماشي. فانا مش فاهم هو كده ماشي ولا داخل. اصلنا لو رجعنا للفار هنلاقي اتجاهه جاي ناحيتنا، والعربيه اللي الحصان جاررها الحصان باصص لنا. فالمفروض جابر عكس نفسه بحيث ان هو يرجع من غير ما الشاويش يشوفه. فالشاويش جه علشان يشوف رخص البرميل، لقى ان البرميل من غير رخص. فجابر اخد البرميل والمفروض ان هو كده ماشي. وخد بالك من اتجاه الحصان، فهو كده داخل مش خارج. السؤال بقى المهم هنا يعني اللي انا عاوز اساله في الموقف ده، هو البرميل ده فيه ايه؟ وبعد ما جابر بيحاول يهرب البرميل، بيروح يقعد على القهوة يلعب كوتشينة، وبيسرق زمايله في الكوتشينة وهو بيلعب معاهم، اللي هو عشان نبقى بنعمل الحاجات الحرام ورا بعض. حرامي 10 ولد في الكوتشينه. الشايب كان بيتشقى قوي. يا عم ربنا يوسع رزقنا، انت بتبص لنا فيها ليه؟ وبتقوم معركة بقى على ربع جنيه. ربع جنيه مفيش. يا جدعان خلاص، ده انتم مكسرين حاجات ب20 جنيه لحد دلوقتي. وفي الاخر جابر بياخد الربع جنيه بتاعه. المال الحرام ما يضيعش، معروفه. جابر بيشوف مراته غزاله اللي غضبانه وقاعده عند اختها وجوزها. انت رايحه فين يا بنت؟ رايحه اجيب فلافل. جوز اختك بعتك تجيبي له فلافل؟ بترصي له الشيشه ولا ايه النظام؟ غزاله سايبه البيت لجابر علشان هو فلوسه كلها حرام، ما جربش الحلال حتى من باب التغيير. وغزالة كانت مصممة ما تاكلش من الفلوس اللي جابر بيجيبها علشان دي فلوس حرام. حد قال لك اعملي اضراب عن الاكل ده بتوع السياسه؟ اضرب عن الاكل يا جابر؟ انت فاكر نفسك في ابو غريب؟ بتقولك فلوسك حرام. انا مش فاهم، بس يعني انت فلوسك حرام ولابس مقطع، يعني الحرام كمان مش جايب؟ جابر بيروح لجوز اخت غزالة علشان يقنعه انه خلاص ماشي في الطريق المستقيم، وبيشتغل شيال في المينا، واللي ربنا بيرزق بيه هيصرف بيه على غزالة والواد، ولو احتاجنا فلوس هيبقى يسرق عادي يعني. ده جابر وبياخد غزالة والبيت علشان يروحوا. سلام كده، انت حره، غوري بيه. شكلك بتفهم يا عم صلحي، هو كده محدش بيسمع لصوت الحكمة. جابر بقى عازم غزالة على سردين، والسردين عاجبها قوي، فبيقول لها جيب لك كل يوم. ليه؟ هو بكام؟ من غير فلوس، مرمي في المخزن، صناديق مكسره ياما. مسروق يعني، بس هو مكسوف يقولها. فغزالة بتنتفض بقى، اكمنه بياكلها حرام تاني. يا جدع انت ما عندكش دم، دي لسه عامله اضراب عن الطعام. بس جابر هو ما بيحبش الحلال يعني، شوال مسروق من هنا نروح نبيعه وهي بتقضى يعني، ويجيب اللقمه الحرام يدخل بيها على اهل بيته. ده انت أليستر كراولي بالنسبه لك ملاك. وجابر بيحاول يقنع غزاله انه رجع يشتغل شيال تاني ب3 شيلين، جاب بشيلين عيش وبشيلين غموس
وبيديها الشيرين اللي فاضل، وغزالة بتقعد علشان تاكل وفاكرة انها متجوزة راجل محترم، فبيطب عليهم واحد علشان يقول لها انه مش محترم ونصب عليه في فلوس، فجابر بيضربه. فلوس يا فلوس، عايز فلوس، عايز فلوس. سيب ابويا ايه يا مفتري انت كمان، ابوك اللي بيضرب الراجل بعد ما خد فلوسه، ده انتوا عيله جعرات قوي، مفيش حد محترم في العيله دي غير غزاله. تاني يوم في المينا جابر بيفكر يعمل ايه غلط النهارده، فبيشوف مخزن كده بيقول هو ده الطالعه عليه النهارده، وبينده واحد وبيقول له يسهل غفير عشان يخش يسلك اي حاجه وياخد نصيبه، والحاجه الراجل ده ياخدها يبيعها. وبالفعل بتبدأ عملية المناورة. عاوزك في موضوع مهم قوي. في عيال من حراميه المينا منضرين على المخزن ده عاوزين يقلشوه. تقول ايه؟ زي ما بقول لك كده يا عم مغاوري، بالأمارة احنا العيال دي. وبالفعل جابر بيقلب اللي بيقلبه من المخزن وبيخلع، وزميل جابر بيديله 10 جنيه في الحاجة، لكن جابر بيشترط عليه انه يجي البيت يقنع غزالة انه مثال للشرف والاخلاق والنزاهة. وبالفعل الراجل بيقول لها ان جابر مانع الحرام في المينا لانه بيعمله كله لوحده. وبعدين الراجل بيمشي علشان يروح يبيع الحاجة المسروقة، وهم قاعدين بياكلوا بالليل بقى كأسرة سعيدة، البوليس بيكبس على المكان. انا بقول ما نفرش الطبلية دي تاني، شكلها وشها وحش، كل ما تقعدوا القعدة دي حد بيكبس على البيت. موجود. معلش يا جابر اتقفشت. اه يا فاشل، انت عارف جابر بقاله قد ايه بيعمل حاجات حرام؟ شوية هواه. مش متلبس. بقول لك ايه، كله الا انتهاك الحقوق القانونيه يا حد صور. الامين بيساله انت عندك كام سنه، فبيقول له 30، فبيساله عن موقفه من التجنيد، قضى الخدمه العسكريه ولا شافها فيديو. دخلت الجيش؟ لا. ليه؟ يعني ده عديت من جنبه كده. فبيبعتوه على اداره التجنيد، وفي اول يوم بيتخانق مع الصول وبيدخل السجن في اول يوم ليه في الجيش. اول يوم ليك في العسكريه وتتحط في السجن، امال لما تقدم هتعمل ايه؟ هيفجر نفسه في الكتيبة، وهو وسط زمايله راكبين العربية بينصب عليهم على أساس إنه إيه رايح يجيب سجاير وبيلم منهم فلوس، وهوب بينط من العربية وبيروح لواحد علشان يهربه على إيطاليا. وفي نفس الوقت الناس بتوع الجيش بيروحوا يدوروا على جابر. فين جابر عبد الغفار؟ هو هرب؟ لا بتلعب استغماية إيه يا غزالة أنت كمان. وبيقولوا لها لو جابر جه سلميه احسن. وهم نازلين بقى جابر بيشوفهم فبيروح يستخبى احسن يخسر في اللعبه. ولما بيمشوا بيطلع علشان يقول على الامه، وبيقول لغزاله انه خلاص ملوش عيش في البلد دي، مش سايبينه يمارس هواياته المحرمه بمزاج. لينا رب يا جابر. طب بالمناسبه دي بقى خدي فلوس حرام، لكن غزاله ما بترضاش تاخدهم. انا مش فاهم يا غزاله انت بالشرف والنزاهه دي وقعتي في الصعلوك ده ازاي؟ ده انا بيتهيألي اخر فلوس حلال دخلت جيبه كانت ساعة السبوع بتاعه، والناس حطوا له الفلوس الحلال دي بالعافية في اللفة كده، يعني هو لو كان بإيده كان رفضها وقال لهم خلاص خلوها معاكم وأنا هسرقها. وقبل ما يسافر بيوصي غزالة على الواد، أكيد بيقول لها اوعى تطلعوا شريف. وجابر وصل إيطاليا وقاعد في أعفن بنسيون في المنطقة، وبيروح لصاحبة البنسيون وبيقعدوا يحسسوا على ايدين بعض كده في مشهد أنا مش فاهمه، ده حب ولا ده ايه؟ Tu devi pagare conto oggi. اندريا بيرلو. الست بتسأله على الفلوس لكن هو عامل فيها مش فاهم. مش فاهم. فلوس. نطقت بالعربي يا جابر، هتعمل ايه فيها دي بقى؟ جابر بيقول لها مفيش فلوس، فبتقول له مفيش فلوس مفيش اوض، شوف لك بقى زريبه اقعد فيها. جابر وهو قاعد في الشارع مشرد بيجوا جماعه كده بيشوفوه وبيبصوا على الباسبور بتاعه وبيروحوا يسرقوا منه الباسبور ويضربوه على دماغه ويجروا. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحرام التانيين حاجه، لكن جابر بيجري وراهم وبيمسك واحد وبعدين بيلحق الاتنين التانيين وبيضربهم ضرب بقى افلام مصريه، وبيقدر انه ياخد باسبوره تاني. وبعد كده وهو ماشي بيشوف واحد بيلعب ال3 ورقات مع الناس. حبيبي ركز في اللعب، الراجل بينصب عليك وانت كمان باصص فين يا جماعه؟ ركزوا في الراجل اللي بيلعب ده، هو بيلعب لوحده وفي الاخر بتزعلوا لما بيتنصب عليكم. دي لعبتنا يابا. سبحان الله، دول العالم كلها بتدور على السنيوره، لعبه عالميه. وجوز اخت غزاله بيقول لها ان جوزها ده حرامي وهيفضل طول عمره حرامي. وغزاله يا عيني متمرمطه بتخدم في البيوت عشان تاكل الواد. الصبح ساعتين 3 كده في اي بيت، ربنا يفتح له طريقه هو كمان بالحلال. ربنا ما استجابش لدعاكي. حاليا جابر بيلعب ال3 ورقات في ايطاليا. يا جابر طب ما تدوقي الحلال كده يمكن طعمه يعجبك. دوبي لا سينيورينا فتح عينك تاكل ملبن بالصلاه على النبي. مالكش دعوه بالنبي بقى. وهنا البوليس بيكبس على المكان. الواد ده بيبص على البوليس قبل ما يكبس ليه؟ انت اللي مبلغ، يا انت اخوه وانت مين؟ بتضحكي على ايه يا جماعه؟
البوليس بيجري ورا جابر اللي مش عارف ينط حاجز متر وربع. طب امال انا عامل فيها شقي ليه؟ وبيخش يستخبى عند محل ازياء متنكر في لبس حاخام يهودي. اختيار ممتاز. وبتستمر المطاردة لحد ما جابر بيلاقي طابور كده وعلم اسرائيل قدامه. جابر فاضل له 5 دقايق ويقابل ابليس. جابر بيعرف بعد كده ان الطابور ده بتاع شغل. شغل. اسرائيل عاملين مكتب طالبين جواسيس عادي كده. ده مكتب عمل اسرائيلي منزل اعلان في الجورنال انهم محتاجين جواسيس حديث التخرج. وطبعا مكتب يعني متراقب من الشرطه المصريه اللي بيشوفوا جابر تحديدا بيقول لك الواد ده مصري. وجابر بيدخل يعاكس الموظفه اللي جوه المكتب. جابر عبد الغفار علي يا جميل. اسمك جابر عبد الغفار علي يا جميل؟ يا ظريفه. الموظفه بتاخد منه الباسبور وبتقول لجابر ثواني بقى، مصري؟ ده احنا بنحب المصريين جدا. يا نهار اسود، ده مكتب عمل اسرائيلي؟ صباح الفل يا جابر، انت العالم ده كله ما خدتش بالك منه؟ يعملوا ايه يعني؟ يوقفوا لك نتنياهو على الباب؟ لكن جابر بيخاف، هو مش وطنيه، هو خايف لا يقع في مشاكل. فالست بتقول له ايه يا جابر في ايه؟ ده شويه جاسوسيه كده خفيفه يعني، ودي تيجي ايه في الحاجات الحرام اللي انت عملتها؟ تعال بكره عنا شغل كتير هون، شغل كويس بفلوس كتير. تجسس للصبح وكله بتمنه بقى بالحته. وطبعا جابر متراقب من كل البني ادمين. حصل خير. الاخ مصري؟ لا اسكندراني. هما الاسكندرانيه شايفين نفسهم مش مصريين من زمان كده. جابر بينزل المترو بيلاقي شويه ناس من اللي هما بيعزفوا علشان ياخدوا فلوس، تسول معلب يعني، وبيلهيهم وبياخد منهم الفلوس اللي هما شحتوها وبيجري. جابر انت ايه؟ انا مش فاهمك. لا مؤاخذة يا مدام، دخلنا عليكي كده بالكاميرا في العربية. المخابرات المصرية بقى بيجي لها تقرير من روما وبيعرفوا إن جابر عبد الغفار راح القنصلية. هو أنتوا كلكم شغالين على نفر واحد ليه؟ المدير بيسأل على الضابط أحمد عزت، أكفأ ضابط في المخابرات، وبيعرف إنه لسه راجع من الحجاز حالا، كان بيحج، ربنا يكتبها لنا يعني. والموساد هو كمان بيجيله تقرير من المكتب بتاعه في روما عن برضه جابر عبد الغفار، وده أبو داوود الضابط الإسرائيلي المقابل لأحمد عزت. وبيستغرب إن دي حركة مكشوفة جدا إن واحد مصري يروح القنصلية الإسرائيلية ويقول أنا عايز أشتغل عادي كده. أحمد عزت أذكى من كده، لكن برضه ممكن تكون دي خدعة. والمدير بيبلغ احمد عزت انه لازم يسافر روما. وجابر قاعد بيفكر هل لو خان مصر تجازي معاه ولا تبقى مخسره؟ يلا يا عم اخونها وانا كنت جوزها يعني. soldi non dimenticare i soldi. باولو مالديني هيبقى يخليك تمسكي ايديه شويه. ولما جابر بيخرج من البنسيون احمد عزت بيدخل وبيفتح الاوضه بتاعه جابر علشان يخش يفتشها، ولو ملقاش حاجة يقلبها. وفي نفس الوقت أبو داوود بيراقب جابر وبيروح هو كمان البنسيون اللي قاعد فيه جابر وبيفتح الأوضة بتاعة جابر علشان يفتشها. أبو داوود استنى أحمد عزت جوه. يا دخل. أبو داوود بيركب ميكروفون في التليفون بتاع جابر أحسن يكون بيتجسس لصالح دول تانية. أنا بقى عندي سؤال، هو أحمد عزت فين؟ أهو كان شكلك هيبقى وحش قوي لو أبو داوود قفشك. وبعد تفكير ما كملش 4 دقايق وربع جابر بيروح القنصلية الإسرائيلية علشان يشتغل. سن 30 سنة. الجنسية مصري مش اسكندراني. ولما بتسأله بقى عاوز تشتغل ايه؟ جاسوس. ما بنقولش كده يا جابر، يعني عندنا شغل كول سنتر مثلا يعني. ما تستغربيش يا انسه، اصل دي الحاجه الحرام الوحيده اللي لسه ما عملهاش. ما تقلقش يا جابر هيقبلوك، هيلاقوا فين واحد زيك يعني. واحمد عزت بقى بيقول للراجل اللي معاه ان مهمتهم انهم يلحقوا الجواسيس قبل ما يقعوا في ايدين الصهاينه. لو حاولنا ننقذه قبل ما يقع في ايديهم. مين يقع في ايد مين؟ ده هم اللي وقعوا في ايد جابر. احمد عزت بيقول انهم لازم يلحقوا جابر حتى لو اضطروا يخطفوه، لكن بتوع الموساد بقى بيلحقوا وبيخطفوا جابر الاول. وابو داوود عامل فيها واحد من المخابرات المصريه. احنا المخابرات المصرية، اخبارك ايه مع مخابرات اسرائيل؟ حلوين، هم ولاد حرام وانا بعمل حاجات حرام، فيعني فاهم انت. جابر بيقول له انا ما عملتش حاجه، ده انا كنت ناسي الباسبور بتاعي، واخد بالك انت، وبعدين رحت عشان اجيبه بس يعني. انما دول شويه صهاينه يعني، ما يتقلعوش من رجل سعادتك. واحمد عزت متضايق بقى ان جابر اللي كانوا عاوزين يخطفوه حد خطفه قبلنا كده، ممكن يمضوا معاه. وابو داوود بقى بيقول لجابر انه ضابط في المخابرات الاسرائيليه. انا كنت بختبر ذكائك وقوة تحملك في المواقف الصعبة. انتوا ناس ولا كلب، ما عندكوش لا دم ولا ضمير. انت اللي ابن ناس يعني؟ انت
مش واخد بالك من الموقف ولا يا جابر؟ بيقول له ايه، انت مش كنت عاوز تشتغل معانا وعمال تجي لنا وتملى ابلكيشنات؟ ادينا قابلناك يا سيدي. خليتوا فيها ادب، انتوا ناس عندكم لا دم ولا ادب. اخرس، انت طلبت تشتغل معانا جاسوس. لا معلش مش عايز. خد ياض هنا يلا، احنا طبعا الكارنيه خلاص بتاعك، تشتغل غصب عنك. هتدفعوا كام؟ ايوه كده اصحى معايا. والناس في مصر بيعرفوا ان جابر ما خرجش بطريقه رسميه من مصر. يبقى خرج بجواز سفر مزور. حضرتك يعني اشمعنى دي اللي هيعملها صح؟ هو حياته كلها غلط، هيجي عند جواز السفر ويطلع جواز سفر حقيقي؟ ما طبيعي مزور، جواز سفر مزور بفلوس مسروقه على رأي تيمون. ابو داوود خلى جابر يربي شنبه علشان هينزل يشتغل في المينا ويبقى المندوب بتاع الموساد في المينا المصريه في اسكندريه، وبيعرفوا كل حاجه. وجابر باعت لغزاله وابنها جزء من الفلوس الحرام، وكمان هتنقله في شقه جديده. خواجه الفلوس واصرفي زي ما انت عايزه. انت جايب معاك فلوس؟ بس يلا بس، ده انت صحيح ابن جابر فعلا. افرح يا غزاله، مش كنت متضايقه من الفلوس اللي بيقلبها من المينا؟ خدي بقى الفلوس بتاعت الصهاينه، يلا افرح. احمد عزت بقى بيقول للمدير بتاعه ان في محاوله اخيره مع جابر علشان ينقذوه. اضطر اسافر روما عشان اعملها. ايه يا باشا، هتقول حاجه ولا هنقطع على كده؟ في ايه خلاص يعني ماشي. ايه جابر واقف على جناح الطياره ولا ايه؟ احمد عزت وصل روما وهو واقف عادي وبيعدي الطريق، بيلاقي جابر معدي بعربيه فبيطلع يجري وراه. جبتها منين يلا؟ طب بكام طيب؟ طب شغلنا معاكم طيب عشان نجيب عربيات. وبيعلموا جابر بقى يستخدم جميع ادوات التجسس. وابو داوود هيزرعه في المينا بدل الراجل اللي احمد عزت قبض عليه. ما احنا فاضيين لبعض بقى. وجابر بيقابل المسؤول الكبير بتاع الموساد اللي بيقول له انه دلوقتي بقى رائد في الجيش الاسرائيلي واسمه ديفيد شولا، سموه ديفيد الشمال. الاخلاص مهم لينا قوي يا فندم ده ما اخلصش لبلده، هيخلص لكم انتوا يا ولاد لكن بما ان ده صهيوني يعني بيقول له ان تمن الخيانه ابنك. اي غدر هيكون ثمنه ابنك. الحمد لله مش انا. وبيرجع جابر ارض الوطن اللي هو بيخونه. وطبعا اول ما بيوصل المخابرات بتعرف وبيكلموا احمد عزت علشان المراقبه. يلا يا جابر وراك تجسس انجز. واول ما جابر بيطلع بالعربيه الاجره، والمشهد ده انا ما فهمتوش، يعني هو اللي جوه العربيه دورها وسابها تجري وبعدين وسع لاحمد عزت عشان يركب هو ويسوق؟ طب ما تقف يا معلم، ده عشان السرعه يعني عشان تلحقه. اسد ينادي جميع السيارات. اسد ده اسم حرك يعني. في مكان واحد حول. مكان اتنين حول. نصر مكان ثلاثة حول. اسد وفهد ونمر ونسر، هو كده محدش هيشك فينا يعني. لو حد لقط الاشاره مستحيل حد يتوقع ان ده سيم. هي البلد عامله ايه؟ ده سندوتش الفول بقى ب7 ساعة ونص يا بيه. اسكت بقى ب9 وانت بادئ تجسس من بدري كده. المهم يعني ان الساده الافاضل اعضاء المخابرات المصريه فضلوا شاغلين نفسهم بقى باسد ينادي نمر ونمر ينادي نسر ونسر ينادي فهد لحد ما جابر خلع منهم وطقشوا في بعض بقى، ما بقوش عارفين فين نسر وفين نمر. وانتهى الموضوع بواحد منهم خبطته عربيه عشان تبقى كملت. ما شاء الله احمد باشا، عمليه في منتهى النجاح. وجابر بقى راح لغزاله عشان يفرجها الحاجات اللي جابها بفلوس الصهاينه. وكده مفيش قدامهم غير انهم يشوفوا التاكسي اللي كان راكبه جابر بقى خد مكان جديد علشان يعملوا مكتب. شغل ايه يا بيه؟ هو في شغل؟ ده احنا بقالنا سنتين والشغل واقف. لا من هنا ورايح الشغل كتير، عندنا تجسس بالهبل. والحمد لله لقوا التاكسي اللي كان راكبه جابر. اسألوا بقى يا باشا ايه حوار بقى سندوتش الفول ابو 7 ساغ ونص ده؟ جابر بيدور على السكرتيرة بس لسه مش لاقي. ام رشاد عاوزة تشتغلي سكرتيرة يا ام رشاد لحد ما بتظهر بقى بوسي. طب هو الحمار اللي تحت ده ما طلعكيش اول واحدة ليه؟ اسمك ايه؟ بوسي بارتيزيان. مين؟ بوسي بارتيزيان. ايه بارتيزيان دي؟ احنا بندفع بالجنيه المصري، محترفين بقى وجو كده. لا ابسط يا جابر، هتشغل عندك كيم كارديشيان. اسد ينادي جميع السيارات. انا رايي يا احمد باشا تفككوا من موضوع الحيوانات ده وتركزوا في الشغل. والشغل بدأ بقى وبوسي بقت السكرتيره بتاعت جابر وبياخد النضاره المعظمه من الكابتن وبيبدأ يبص على السفن الحربيه بتاعت الجيش المصري. يعني حبه تجسس كده على السريع. وبيروح للمتعهد اللي ماسك الشغل في المينا علشان يتفق معاه. كام؟ 10 باكو. ابو ليفا دفع لي 15. وانا دافعهم وكاش. الفتحه. لا فتحة ايه بقى، ده ممكن يتحرق. هافا نجيلة. وجابر بقى متعهد التوريد للقوات المسلحة. وهم بقى قاعدين عمالين يستغربوا هو ازاي بيعمل كل ده في الوقت القصير ده. هو انت فاكره كان بيتدرب معاهم على بدل؟
بوسي واخده جابر علشان تعمل له عيد ميلاد. خلاص يا استاذ لما نقطع هنديك حته في ايه. الضابط احمد عزت مستدعي بوسي كازاخستان وعامل فيها العقيد نادر لاشين من مباحث التهريب عشان ما ينفعش يعني يخش لها ويقول لها ان جابر بيشتغل جاسوس، كده البنت ممكن تتخض وبتقول له يا باشا انا لو اعرف اي حاجه هبلغ، هو لحد دلوقتي عبيط وبس. فبيديها الكارت بتاعه وبيقول لها احنا هنتقابل كل اتنين بعد الشغل بتاعك علشان لو عندك اي نميمه على جابر يعني نلمها مع بعض. بنعرف بقى ان بوسي شغاله مع ابو داوود وانها الوسيله اللي بيسيطر بيها على جابر. يا جابر حلوه السيطره. المخابرات بقى بيقفشوا جواب جابر بعته للموساد في تفاصيل ان في مدمرتين جايين المينا، لأن أرقامها ستكونان 204 و206. ما شاء الله باعت الارقام كمان. طب ما يبعت المدمرتين على اسرائيل على طول. واحمد عزت بقى علشان ذكي هيعمل جواب زي الجواب اللي قفشه بالضبط، لان هو خلاص اظهر الحبر السري ولازم يكتب جواب تاني بالحبر السري، وطبعا هيقلد خط جابر. وابو داوود بيتفاجئ من المعلومات اللي جابها جابر. مش ممكن. معلومات خطيرة. جابها ازاي المعلومات دي؟ اكيد من على النت او من الراجل ده مش عارف يعني. والناس شاكين فيه بقى في الموساد ان هو مزقوق عليهم من المخابرات المصريه. والمدير بتاع الموساد بيقول لابو داوود انت تقابله لو لقيته في السكانياس فنياخو. وبيروح جابر علشان يقابل ابو داوود، وطبعا احمد عزت موجود بياخد البلطو بتاعه وبيخلع منه زرار وبيركب زرار من عنده اكيد في جهاز تصنع، مش معقوله يعني يكون حاطط له ام بي 3 فيه اغاني. وجابر مستني ابو داوود عند ساعه بيج بن وطبعا متراقب. نمر ونادي اسد غيرني، انا انكشفت. ما هو انت اتكشفت عشان انتوا شاغلين نفسكم بالاسماء، ممكن نركز في ام الشغل البلد بتضيع. ابو داوود جاي يعرف المعلومات اللي جابها دي جابها منين. وجابر بيقول له الموضوع مش محتاج فقاقه، هو بيورد اكل للقوات المسلحه وهم طلبوا زياده، الزياده دي على قد مدمرتين سفينتين يعني، فاضرب وسطين في طرفين يطلع معاك الحسبه ان في مدمرتين. وبالنسبه للارقام فدي ارقام كانت موجوده على المينا، فاكيد موجودين علشان المركبتين اللي جايين. ده ابو داوود جديد في المخابرات ولا ايه؟ ده يا جابر ما بتضيعش وقت على طول بتصور، عايز حوافز ها؟ والشاويش عبد التواب بيجي علشان هم اصحاب بقى، وتقريبا الشاويش عبد التواب ده هو اللي جابر بيحاول ياخد منه المعلومات. خد فلوس صهاينه خد. وبيطلع الشاويش عبد التواب شغال مع احمد عزت. انا عاجبني الذكاء يا احمد باشا، احنا بس لو نبطل اسماء الحيوانات ونعرف ان بوسي بربطوس دي شغاله مع الموساد هنبقى زي الفل. جابر وهو عند بوسي بيجي لها تليفون فبتعمل قال ايه جاي لها ترانك يعني، وبتطلع تتكلم من بره. وطبعا جابر بيرفع السماعه علشان يسمع هو كمان، وبيطلع احمد عزت هو اللي على التليفون عشان ميعادهم يعني. دي مش قعده معلومات خالص يا احمد باشا، جرايه يا حاج احمد ده انت لسه حاجه بيت الله. وجابر بيشوفهم وهم في منتهى الانسجام، يعني انا نفسي افهم ايه المعلومه اللي بتضحك قوي كده عن جابر يعني، مش عارف يعني. فجابر بيشوفها وبيقول ايه ده، بوسي بتخوني وانا بخون البلد، ايه الخيانه دي؟ فجابر بيروح لبوسي البيت وبيضربها وبيقول لها مش انا اللي اتخان وانا بخون، انت بتخونيني. فبتقول له ان ده مش عاشقها، ده مش عشيق، ده ظابط. فكده الموضوع يختلف، مش عاشقها ده ظابط. وبتقول له انه كان عاوز يعرف معلومات عنه لكن هي ما قالتلوش حاجه. قال ايه واحد اسمه الشبوكشي مبلغ عنك انك بتهرب. الشبوكشي ده بقى اللي هو يبقى جوز اخت غزاله. فهو بيقول لها بقى جوز اختك ما بيحبنيش، طول عمره متضايق مني علشان الحاجات الحرام اللي بعملها. جابر بيروح يبهدل غزاله وبيقول لها لو مش عاجبك اطلعي بره البيت، لكن هي اللي بتطرده هتقرفنا. وبيروح يصالح بوسي على العلقه اللي اداها لها. انا ما كنتش اعرف انه ظابط، انا كنت فاكرك بتخونيني، وانا الخيانه بتخليني خايف علشان انا خاين. وبيقول لها ان لازم يعملوا خطة علشان يبعدوا الضابط ده عنها. وبيحط صندوق في عربيته علشان أحمد عزت اللي عامل فيها نادر لاشين يقفشه. وبيفتحوا الصندوق بيلاقوا فيه أزايز خمرة. ده هديه من قبطان المركب وده شيء عادي. بس حرام. انا مضطر اقبض عليك. ايه الحنيه والحب ده ظابط الحنيه الرزق. النظره دي كلها حب. ابو داوود بيعرف ان جابر اتقبض عليه. ازاي؟ بصي قالت اتهموه بيهرب دهب. اوعى يكون جاب اسمي. لكن جابر خرج على طول ما قعدش كتير. وبوسي عاوزه تسافر معاه لندن. بالله عليك يا جابر نفسها تشوف ساعه بيج بن، هل هي بيج فعلا في الحقيقه ولا صغننه؟ جابر بيعترض شويه صغيرين يعني بس بيوافق، هو ضعيف قدام اي تاء مربوطه. وبوسي بيبقى شكلها كده مدمره محطمه نفسيا، واضح ان دي نهايتها في العمليه او هي حبته مش فاهم ازاي.
ده بيقول نكت وحشه قوي، ورايح مستني ابو داوود في الفسحايه. وطبعا احمد عزت باشا اللي بيروح العمليات بنفسه واقف بيراقبهم في مكان فاضي، والمفروض هم لو قطعوا شمال هيشوفوه، بس احنا كلنا بنشتغل بعض في الفيلم ده. جابر بيقول لابو داوود مفيش اي حاجه، ده انا قعدت ساعتين في القسم يعني وجابوا لي باتون ساليه ومشوني. وبيكلموا عن الشاويش عبد التواب اللي هو كان عايز يجنده. فقلت مفيش قدامي غير ان اجند شاويش عبد التواب، لو عملت كده هقتلك. الله، ما انت جندت جابر ومحدش قتلك. الله. وبيوصل جابر السيف هاوس. يبقى هو ده السيف هاوس بتاعهم في لندن. شكرين يا عم جابر. كان نفسي من زمان اشوف سيف هاوس، بس شكله بيت عادي يعني مش سيف ولا حاجه. انا كان نفسي اعرف السيف هاوس بتاعهم. بقالي كتير شغال زبوطه، اول مره اشوف سيف هاوس بعينيا. الجماعه طالبين من جابر انه يطلع فوق المدمرتين الجداد يصورهم كام صوره حلوين كده للذكرى، وبيقول لهم معلش بس عشان عندي ميعاد مع صديقه فاضله. هتروح مش هتلاقيها. تعرف بوسي ترابنتنتن؟ وهنا بيكشفوا له ان بوسي شغاله معاهم. برافو بوسي. ايه رايك؟ شغل فنادق، جاسوسيه وخوازيق. الله، انت البلطو ابو ميكروفون ده ما بتغيروش؟ طب ما عندكش غيره؟ جابر بيروح علشان يلحق الطياره بعد ما قلبه اتكسر. قانون الخونه للخيانه في طبعهم، وانا عمري ما كنت خاين غير لبلدي. شايفه اختفى نمر. كفايه حيوانات، ابوس ايدك. هو احنا رايحين نقبض عليه ولا احنا رايحين فين ولا انتوا رايحين السوبر ماركت؟ وانت ليه ماشي وراه بنفسك يا عزت باشا؟ لا اطمن، اكيد ما شافكش، مستحيل يشوفك يعني وانت كاشف نفسك في الشارع وانت لوحدك. وكالعاده جابر بياخد عربيه وبيخلع من عزت. مصر امانه في ايدك يا باشا. جابر بيطلع الاتوبيس وابو داوود بيوصل هو كمان، وعزت باشا هو كمان في الاتوبيس. كده جميع الاطراف موجودين في اتوبيس واحد. ابو داوود بقى بيقول له ايه، ما تنساش الصورتين الحلوين، ها روق نفسك كده، ولو نجحت هرجع لك بوسي. هرجعها لك جثه هامده زي ما بيقولوا. ده قلبك جامد. خلاص شوف لك واحده تانية، ولا هتقضيها كده مع الشاويش عبد التواب؟ وبيديله $5000. هبعت اقول لك اني خلصت العمليه. بص وشه ورد ازاي، بلا بوسي بلا بتاع بقى. بينزل جابر بالاتوبيس وابو داوود بيلمح قفا احمد عزت، فبيشبه عليه، انا لعبت مع القفا ده صلح قبل كده. وبعدين بينزل من الاتوبيس وبيبص عليه من الشباك. ابو داوود بونجور، ولا احنا فين؟ احنا في بريطانيا. جود مورنينج. انت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ ما انتوا يا جماعه بتعملوا العمليات بنفسكم، مش المفروض في رجاله عشان ما يتكشفوش ولا ايه؟ فبيجري ابو داوود علشان يلحق يبلغ جابر ما يركبش الطياره، وهم عاوزينه يركب الطياره عشان يجي على حجرهم، فبيحاولوا يعطلوا ابو داوود في الطريق. احمد عزت بيخلي ابو داوود يحدف يمين، وبيقول ان كده قدامه ربع ساعه على ما يوصل للمطار ويرجع من الطريق اللي هو راحه ده. وجابر في المطار واحمد عزت في المطار. السلام عليكم. شفتش جابر؟ حاجه جاسوس كده، جاسوس بشنب. ايه ده، ابو داوود وصل؟ مش كان قدامه ربع ساعه؟ انت واقف مستنيه ولا ايه يا عزت باشا؟ جابر بيركب الطياره وعزت موجود في نفس الطياره، لكن ابو داوود عامل قلق وبعت له رساله علشان يكلمه من عند الكابتن. ولما بيكلمه بيقول له ان في ضابط مخابرات موجود على الطياره، لو اسمي جه هقتلك غزاله. وهنا جابر بيعمل فيها قال ايه، تعبان. عندي هبوط في القلب. ايه هبوط في القلب ده؟ قلبك وقع في كرشك يعني ولا ايه؟ فالمضيفه بتحاول تسعفه. في ايه يا مدموزيل؟ في راكب عنده ازمه قلبيه. يا ابن الكلب. يا حاج عزت مش كده، طهر لسانك. المضيفه بتروح علشان تسعفه، وانتوا ملمومين عليه كده ليه يا جماعه؟ هو بيولد وحضرتك بتفتحي البنطلون ليه؟ هتطهريه؟ احمد عزت بقى بيحاول يقنع الكابتن ان ده جاسوس وهو ضابط مخابرات. يا فندم ده جاسوس وانا ضابط مخابرات وهو عايز يهرب مني. وايه اللي يثبت الكلام ده؟ فتشه، هتلاقي معاه حبر سري. اقفل يا جابر البنطلون، اقفل البنطلون، هو كشف حمام يا جابر، اقفل. مش بقول لك قلبك وقع في كرشك؟ جاله انتفاخ. وهنا عزت بقى بيفكر الفكره الاخيره وبيروح لجابر على سن هم اصحاب. جابر يا لهوي، فين لما كنت بتخون مصر يا ابن اوعى تفتح بقك بكلمه، بخلص عليك بالمسدس اللي في جيبي. هموتك بيو بيو. ظابط معاه مسدس في جيبي، بس مش هطلعه لك يعني عشان ده عقده. وبيركب معاه عربيه الاسعاف كانه صديق يعني. قلت بليز ماسك الانبوبه بالغلط، الرشه ما جاتش في الراجل اصلا، طلعت شمال، بس هو الراجل قبض فلوسه يعني واغمى عليه. قدرته؟ يلا بينا. كلم لنا بقى اسد ولا فهد ولا نمر ولا اي حد من الحيوانات اللي معاه دول يجوا يشيلوا جابر. وفعلا واحد بيكسر على عربيه الاسعاف، فالراجل المسعف بيقول له انا معايا بيشنت مريض، انت ايه ما خدتش انجليزي؟ عادي كده الناس تقتحم سيارات الاسعاف في انجلترا وتاخد مريض. اطلع يا عم ربنا يستر طريقك، العربيه فاضيه اصلا فيها المسعف بتاعكم متخدر، الحق بقى وديه المستشفى. وبيوصل جابر في تابوت، وبعد ما بيفوقوه بيصحى وبيسال سؤال. انا فين؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي.
انت في مصر. هنعدمك باي. ولما بيروحوا علشان ينفذوا فيه حكم الإعدام بيدخلوا يلاقوه منتحر، وبيقول أحمد عزت الجملة الخالدة: عاش خاين ومات كافر. ما شاء الله، جابر ما عملش حاجة عدلة في حياته. بس أنا اللي عايز أعرفه مين اللي دخله الكاتشب في الزنزانة. والدرس المستفاد من الفيلم إنك كن رأفت الهجان ولا تكن جابر عبد الغفار، واوعى تنتحر وتحط الكاتشب على ايدك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان لما ننزل فيديوهات جديدة يجيلك إشعار. كان معكم صبري محروس، ولحد ما أشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافية.